هعمل معاكم النهاردة طاجن ورق عنب بالكوارع، وده أنا بسميه طاجن الدفا. دلوقتي مفيش حد ما بيحبش الطاجن ده، ودايما بنطلبه من المطاعم. فتعالوا نعمله في البيت مع بعض بكل تركاته. يلا نصلي على سيدنا النبي ونشوف الفيديو بتاعنا. هنسمي الله، وأول حاجة هنبدأ بيها إننا هنسلق الكوارع. معايا مية بتغلي على النار، ومعايا الكوارع بتاعتي هنا غسلها كويس قوي بالليمون والدقيق والملح، بلاش خل يا جماعة. هنزل كده بالكوارع في المية اللي بتغلي، وهسيبها كده لحد ما تطلع الريم بتاعها، وهشيله كله وانضفه لحد ما تبقى الميه بتاعتي صافيه كده. هنزل عليها ببصل وجزر وطماطم وشرايح من الثوم متقطعين مكعبات، وهنزل عليها بورق لورا وفصين حبهان، وكمان شويه من الكرفس بيخلوا الشوربه في حته تانية. هحط لها فلفل اسمر ومعلقه من السكر عشان السكر بيسرع من عمليه التسويه. هديهم تقليبه وهغطيها، اسيبها 10 دقايق على نار عاليه، وبعدين ههدي عليها النار خالص تستوي براحتها. حلة تانية على النار وفيها شوية من الزيت ومعلقة من السمنة البلدي، هنزل عليها بشوية كده من البصل مفرومين، ودي كده التسبيكة بتاعت المحشي. هقلب البصل ده كده لحد ما يطرى معايا ويدبل. هنزل عليهم بمعلقة من التوم المفروم واشوحهم مع بعض كويس جدا، وهضيف عليهم معلقتين من صلصة الطماطم المعلبة واشوحهم كويس جدا مع بعض. بعدين هضيف عصير الطماطم بقى اللي انا ضربته في الخلاط، واقلبها تقليبة واسيبها تتسبك على النار هادية براحتها جدا. الصلصة دي هنستخدمها في كذا حاجة وهنشوف دلوقتي. معايا هنا الكوارع كانت خلاص دخلت في التسوية، هبدأ اضيف الملح بتاعها على حسب ما الشوربة هتحتاج، واديها تقليبة كده. وعايزاكم تشوفوا لي جمال الكوارع ونظافتها، ولا جمال السمنة البلدي اللي هي منزلاها منها، خطيرة يا جماعة. هغطيها بقى واسيبها تكمل تسويتها. وهنا التسبيكه كانت جهزت معانا، شايفين لونها عامل ازاي عشان اتسبكت على نار هاديه. جبت صينيه حطيت فيها الرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس جدا، واضيف عليها خضره المحشي شبت وكزبره وبقدونس وشويه من النعناع المفرومين. وهنا معايا بصلايه متوسطه مفرومه ناعم، ومعاها شويه من الفلفل الحامي مفرومين، وفصين كده من الثوم المفرومين. وهنزل عليهم بمكعب من المرقه، وده اختياري. هضيف عليهم فلفل اسمر، وهضيف كمان الملح اللي المحشي يحتاجه، وهضيف عليهم شوية كده من الزيت على البارد بالشكل ده. وكمان هضيف شوية من الكزبرة وشوية من الكمون. هقلب كل الخلطة دي مع بعضها، وهجيب تسبيكة المحشي وهزود بقى التسبيكة لحد ما الرز ياخد كفايته ويبقى لونه أحمر بالشكل ده. وهسيب شوية من التسبيكة على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه. جبت بقى ورق العنب وهلفه بالشكل ده معاكم. اهم حاجة تلفي الصوابع لفة كويسة قوي ومحكومة عشان ما تفكش منك بالشكل ده. تحطي شويه كده من الرز، وما تكتريش الرز في الورق العنب. وهقفل كده من فوق، وهجيب الجوانب على بعضها، وبعدين هبدا ان انا الف رول وتضغطي عليه عشان يتلف باحكام بالشكل ده، وتبقى الصوابع كلها شكل بعضها كده. شايفين؟ انا عايزاكم تشوفوا لي جمال لون الحشوه بتاعه الرز، خطيره يا جماعه، لونها حلو قوي. حاولي تزودي كده التسبيكه عشان تطلع لونها احمر بالشكل ده. جبت معايا شويه خضار، طماطم متقطعه شرايح وبطاطس وجزر وليمون وبصل. هجيب الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه ورق العنب، وهبدا ان انا اعمل له فرشه حلوه كده من الخضار. حطيت شرايح من البصل عليها شرايح من الطماطم وشرايح من البطاطس وشرايح كمان من الجزر وشويه كده من شرايح الليمون. دي كده الأرضية اللي أنا هحطها في الطاجن عشان أضمن إن ورق عنب يستوي كويس جدا وما يتلسعش من تحت. حطيت أول طبقة كده، وهضيف كمان تاني طبقة، وبعدين هجيب طبقة كده بولة يعني مدورة، هحطها في نص الطاجن كده. وهبدأ ان انا ارص المحشي حواليها بالشكل ده. انا عايزة اعمل تجويفة في نص الطاجن عشان ادخل فيها الكوارع. وبعدين بعد ما اخلص كل الرص بتاع الطاجن هشيل بقى الطبق بالشكل ده. هنا كانت الكوارع اتسلقت خالص، هبدأ ان انا اقطعها بقى مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. هتخليها وتقطعيها. معايا هنا طاسة حطيتها على النار، فيها معلقة من السمنة البلدي وبصلاية صغيرة مفرومة ناعم وفصين توم مفرومين. هشوحهم مع بعض كويس جدا. هاخد بقى شوية من تسبيكة المحشي اللي أنا عملتها وهنزل بيها كده في الطاسة. هشوحها وهحط عليها كبشة أو كبشتين كده من شوربة الكوارع، وهضيف عليها فلفل أسمر وملح ورشة من الكزبرة الناعمة. هقلبهم كويس قوي، وهنزل بالكوارع بتاعتي اللي انا خليتها، وهقلبهم تقليبه واحده لحد ما الكوارع دي تتشرب كده وتبقى معايا بالشكل ده. خلاص هشيلها من على النار، وهبدا ان انا احطها في الطاجن. هحط نص الكميه بالشكل ده، وهركن الباقي على جنب لحد ما اعمل التشريبه بتاعه الطاجن. معايا شوربه الكوارع هضيف عليها برضو شويه من تسبيكه المحشي، وهقلبهم كويس قوي مع بعض.
وهبدأ ان انا اشرب الطاجن بتاعي. انا عايزة الشوربة توصل لحد الورقة اللي قبل الاخيرة، يعني الصف اللي قبل الاخير بالظبط. ما تخليهاش تطلع عن كده عشان ورق العنب ما يتهرش معاكي في الفرن. هضيف بقى بقية كمية الكوارع بالشكل ده، وهغطي بقى الطاجن بتاعي ده بشرايح من الليمون مع شرايح من الطماطم. شايفين الجمال؟ خطير يا جماعة، طاجن يستحق بجد ان انت تجربيه في البيت وما تجيبوش من المطاعم تاني. شايفين دي السمنه كده اللي نزلت من الكوارع نفسها، احنا مش حاطين سمنه ولا حاجه، بس هي نزلت كده كانها نزلت سمنه فوق الوش. حطيت شويه كده من فوق وش الطاجن، وهقفل بقى الطاجن بتاعي كويس قوي وباحكام. هتدخليه على فرن سابق التسخين شغال على اعلى درجه حراره، هتحطيه في الرف اللي في النص. بعد ما يعدي بالظبط 30-40 دقيقة كده هتبدأي تخلي درجة حرارة الفرن على درجة متوسطة، يعني تنزلي درجة الحرارة على درجة متوسطة وتسيبيه يكمل تسويته. بياخد حوالي ساعة ونص في الفرن وبيطلع معاكي بالشكل ده. شوفوا لي بقى جمال الطاجن، ويا ريتكم كنتوا معايا بجد وشميتوا الريحه واكلتوا منه كمان. عايزه اقول لك ورق العنب مستوي كويس جدا، الكوارع دايبه، خطير يا جماعه، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. شايفين الرز مفلفل من جوه ازاي وفي نفس الوقت مستوي كويس جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم نورو، باي باي.